بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول دايما يا اخوانا لما نيجي نقطع في اي نبات، لما نيجي نعمل كاتنج، نعمل قطع في النبات لاسباب تأليم او لاسباب فرع نشف عندي او ايا كانت الاسباب اللي هتخليني اقطع في النبات، دايما نطهر بعد القطع. لو قطع كبير، لو قطع تخين، بندهن مكان القطع بحاجه اسمها عجينه بردوع، عباره عن مخلوط فطري خاص بشركه اليسر للخدمات الزراعيه. الى جانب بيتضاف عليه جير، الى جانب بيتضاف عليه كبريتات نحاس او اكروبات نحاس وملح طعام بنسب معينه. ده قطع حصل في النبات لما بيحصل فيه قطع، زي انت لما بتتجرح في ايدك، لو انت اتجرحت في ايدك اللي بيحصل ان جسمك بيفرز بعض المواد خلاص اللي بتقفل الجرح ده وتطهر الجرح ده، والا جسمك هيتلوث. ده حاجه طبيعيه في الكائن الحي. ده قطع حصل اهو في الشجره اللي قدامنا. بص ايه اللي حصل، اتكونت ماده اهي لزجه اهي، اهي الماده اهي اللي في ايدي دي، اصورها لكم اكتر اهي. ادي اتكونت ماده اهي، شايفين اللي انا طلعته دون؟ اتكونت ماده لزجه عشان تقفل مكان الجرح ده، عشان تقفل مكان الجرح ده. من الوارد ان مكان الجرح ده يكون اتصاب بالامراض الفطريه، بالجراثيم الفطريه، يبقى لازم اي قطع نطهر فورا مباشره باكروبات نحاس، بسكلور نحاس، سفينات مسيل، ميتالاكسيل، ازوكسيستروبين. وتحياتي لكم جميعا.